مقطع فيديو فاضح وغير أخلاقي للتيك توكر هبة عبد الرحمن يثير أزمة كبيرة في الكويت ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي. اتصدر اسم هبة عبد الرحمن التيك توكر المعروفة الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد انتشار مقطع فيديو لها على منصة تيك توك. مقطع فيديو أثار ردود فعل قوية وأحدث جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كتير من المتابعين إن مقطع الفيديو ده فاضح ولا يليق، وعرضها لموجة كبيرة من الانتقادات الحادة. والهجوم اللي واجهته هبة عبد الرحمن ما كانش مقتصر بس على الانتقادات، بل تصاعد إلى متطلبات قانونية لاتخاذ إجراءات صارمة ضدها. والفيديو اللي انتشر لهبة عبد الرحمن على مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن موقف غير لائق تعرضت ليه هبة من خلال بث مباشر على التيك توك، وكانت بتتعرض لابتزاز من شخصية أخرى واسمها منساك الكويتية. وتم استخدام هذا الفيديو بشكل واسع على جميع منصات السوشيال ميديا، حيث أظهرت التهديدات التي تعرضت لها هبة من قبل منساك، والتي زعمت إن في فيديوهات تانية كتير قد تكون أكثر ضررا. وهذه الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين التي اعتبروا هذه تصرفات تتنافى مع الأخلاق والقيم العامة. وتعد هبة عبد الرحمن من الشخصيات المؤثرة على التيك توك، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتضم متابعين من مختلف الدول العربية.